صوت الحجارة الخفي. في قلب عاصمة تضج بالضوء والضجيج، تختبئ مدينة لا تشبه سوى نفسها. مدينة تمشي على جروحها، وتضحك بوجهين، وجه يسكن المجد، وآخر يسكن النسيان. إنها القصبة، حيث تتكلم الحجارة، وتهمس الأزقة، ويبكي الهواء في الليل. في هذا الفيديو سنغوص في سر الوجهين، ونكشف ما أخفاه الزمن. الفصل الأول: القصبة كما لم تر من قبل. تمتد القصبة على تل يطل على البحر، كأنها نافذة على ماض لا يمكن نسيانه. منازلها بيضاء متعانقة، تبدو كأنها أسرة كبيرة نامت في حضن الزمن. أزقتها ضيقة، تتلفت فيها الريح، وتتسلل كلمات المرين كأنها أسرار. في كل زاوية رائحة تراب قديم، وهمس أقدام ممن مشوا ومضوا. إنها مدينة تعيش في ثياب الماضي، لا تبالي بصخب العالم الجديد. الفصل الثاني: القصبة المجهولة. وراء أبواب خشبية أكلها الوقت، تختبئ قصص لم تروى. في القصبة أنفاق سرية تمتد تحت الأرض، تربط بين البيوت كأنها عروق المدينة الخفية. قيل إنها كانت ممرات للمقاومة، وقيل إن فيها جواسيس وظلالا تمشي في الليل. في غرفة مظلمة توجد رسوم على الجدار، وعلى سقفها نقوش نسيها الزمن. إنها القصبة التي تخفي وتخفي ثم تصمت. الفصل الثالث: الوجه الآخر والنسيان والإهمال. لكن هل نفس القصبة التي تغنى بها الشعراء ودافع عنها الأجداد؟ اليوم تتفسخ الجدران، وتتساقط الأسقف، ويسافر السكان بلا رجوع. رائحة الرطوبة تغلب على عطر التاريخ، والخطوات تصبح أقل، والصمت أعمق. وعود بالترميم، ومشاريع تكتب ولا تنفذ، والماضي يقاتل من أجل النجاة. الفصل الرابع: هل تبعث من جديد؟ رغم كل شيء، لا تزال القصبة تقاتل بصمت. يوجد من يصورها، ويكتب عنها، ويزورها كأنه يزور قلبه القديم. بعض المبادرات لإحيائها تلوح في الأفق، وتكتب أملا على جدرانها المتصدعة. ولعلها في يوم ما تكون القصبة مجددا مسرحا للتاريخ والجمال. الخاتمة: المدينة التي تشبه الوجه. القصبة ليست مكانا، إنها وجه نظر فيه الزمن فرأى نفسه. فيها مجد نائم، وحلم يتفتى، وصوت يطلب النجاة. وفي كل زاوية توجد عين تسأل: هل تزال المدينة تتذكر نفسها؟ أم هي المدينة التي تخفي وجهين، وتنسى كيف تبكي؟